وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شنو المشكل ديالك خويا؟ المشكل ديالي انا ساكن في دوار الركراكه، جماعه سيدي موسى المجذوب، قياده سيدي موسى المجذوب، عماله ديال المحمديه. كيف كتشوف اخويا الصوره هي كتحكي المعاناه فين عايش انا والوليدات ديالي. المعاناه شحال من عام خويا كنسكن بدوار الركراكه يعني تاريخ 2007، يعني كنسكن ب 2007 تاريخ 2007 و2011 يعني تم التمكين ديالي من شهاده السكن على قياده سيدي موسى بن علي اللي هي كانت كتحكم في التراب ديال دوار الركراكه سابقا قبل ما تجي قياده سيدي موسى المجذوب اللي هي كاينه دابا. والغريب في الامر اخويا شوف، مادام انني انا عندي الرقم سي 39، الاب ديالي عنده الرقم سي عنده الرقم 40، هذا هو رقم الاحصاء، هذا الرقم الاحصاء خويا سي 39، والاب ديالي اللي هو كيسكن في الجانب ديالي يعني عنده الرقم سي 40. دابا اللي بغيت ناكد هو كيفاش ان الاب ديالي كان كيسكن في دكاله وما عمره ما سكن بنواحي ديال مدينه المحمديه، وقياده سيدي موسى بن علي عطاته شهاده ديال السكنه، يعني هو السيد ما عمره ساكن. وماشي انا ضد با ولا شي حاجه، ولكن كان بغيت نوري الناس المسؤولين الخروقات اللي وقعت في دوار الركراكه، مع ذلك انهم كيحاولوا يقصيوني انا ساكن. يعني الناس راه ما ساكنينش واستافدوا، هانئا لهم، يعني كيقول لك هانئا لكم، واللي ما ساكنينش يعني تبا لهم بكل ما تحمل كلمه من معنى. الغريب في الامر اخويا كما استافد الاب ديالي هو كيعيش في دكاله مدينه يعني اقليم سيدي بنور، راه كاين ناس خارج الديار يعني خارج المملكه المغربيه وتم تمكينهم من الاستفاده. كاين الناس اللي كانوا مثلا مزوجين في ديور الكرا، وملي جا الاستفاده بدات كتفرق في الدوار راه جابوا والديهم وما عندهم شهاده السكنه وتم تمكينهم من الاستفاده، بحيث انا عندي شهاده السكنه وما بغاوش يعطيوني الاستفاده. يعني هذا التعنت، بحال انا عندي الاستفاده ديالي وهما باغيين يشدوها دايرين يدهم عليها، ما بغاوش يعطيوها لي، وربما كيشيطوا ليهم ولا شنو بغا يكون هذا الشيء. يعني انا ما بقيت فاهم والو بين هاد الناس. والغريب وانا كنأكد بان الاب ديالي ما كانش ساكن وتم تمكينه من الاستفاده في سنه 2013. والغريب في الامر هو قال له اخويا ريب ما حالك وما حال ولدك، يعني انت غادي تستافد وولدك اللي هو ساكن بدوار الركراكه وعنده الوليدات ديالو وهادي ما غاديش يستافد، يعني هو غيتشرد يبقى يدور في المحمديه مشرد باش يعني انت دكاله بيع الاستفاده ديالك وسير الدكاله. وضروري خاص المتشردين يبقاو عندنا في مدينه المحمديه ويبقاو يعني المتسولين، يعني من غيحيدوا لي المحل غيسيطروا ندير الكرا راه صافي، راه ولادي غيطلعوا شمكاره وانا غنصبح متسول. يعني هما الناس المسؤولين الكبار ديال عماله المحمديه ما بغاوش يفرطوا، اسمح لي، ما بغاوش يفرطوا بالفقراء بالمنطقه، لانهم كيربحوا على ظهورهم اموال طائله. وكنشوفوا حتى القفه اللي كيتقيدوا في الدراوش راه ما كياخذوهاش الدراوش، معاونات وما الى ذلك. يعني الدراوش كنقيدوهم وديالهم كناخذوا، يعني عادي قفه ديال سيدنا رمضان فاش كتجي راه كيجيو قيدوا الدراوش، ولكن هما كيشدوهم يبيعوا يشريو فيهم وباسم الدراوش، وفاش كيمشي الدرويش يقول له ما بقاش. هذه غير بين قوسين. خلينا في المشكل. حنا كنلاحظوا حكيتي لنا انك توقع في معاناه، حتى المعاناه عايشه دابا، بغينا نعرفوا. وانا خويا دابا الاسره ديالي اخويا شوف كيف كتعرف ان المشكل ديالي بدا في سنه 2013 ملي قالوا لي انت مقسم ما عندكش حق في السكن. خويا جاب لي الله واحد بنت الناس، ما غاديش نحتاج من ما يعني انا نحمد الله ونشكره، يعني نحسبها نعمه من انعام الله سبحانه وتعالى. يعني صابره معايا ودالي لا عاشت معايا هنا وما عمرها ما حافتني ولا شي حاجه. ولكن اليوم اخويا صبحوا لي عندي جوج ديال الوليدات مرضوا لي، يعني انا ما كان كيما يقول واحد المثل كدي الدري للطبيب كتجيب الدري كدي الدريه. يعني السبب اللي خلاها بقات صبرت معايا حتى فات العيد وقالت لك اسيدي تشد الدريه العطله ديالها. دابا راه مشات اخويا للبلاد قالت لك اخويا سير تساوي الامور ديالك مع الناس المسؤولين ديال قياده سيدي موسى المجذوب ولا عامه المحمديه. انا ما بقيتش غنسكن معاك هنايا، ما بغيتيني نسكن معاك ود الناس كري ليا وانا غنكري لها باش غنكري لها اخويا. هي كتقول لك حنا اسمح لي ناكد واحد النقطه، هي كتقول لك حنا ما بقيناش بغينا هذه الاستفاده. قالت لك اخويا الاستفاده اللي ضرتنا في صحتنا وعذبتنا في حياتنا ومرضت لينا ولادها حنا ما بقيناش بغيناها. كون هي ما بقاتش نعمه ولات نقمه، يعني ولا يعني ما بقاتش النعمه، كون كانت نعمه وحنا فينا الشروط ديال السكن وفينا الشروط ديال الاستفاده وقلعوها منا. والدليل هو شدوني صيفطوني للحبس، يعني ظلما وعدوا. شدوني اخويا، شدني القيد السابق نهار 25 شهر 5 2022 صيفطني شهر ديال السجن والغريب في الامر وانا عندي محال اخويا
والاب ديالي عنده محل ولا توفى الاب بقات الام ديالو بيناتهم انا ما تيهمونيش. النهار الاول عطاو الاب ديالي شهاده السكنه وعطاو استفاده في دكاله، ودابا ملي مات بولي يقول لي نحولوها لك. يا خويا كون كنتو باغي تعطيوني حقي كون النهار الاول قلتو باه ما ساكنش، هو اللي ساكن هو اللي خاصو يستافد. عطيتوها ليه وقتلتوه بها وصيفطوها لي انا قتلوني بها. هذيك استفاده اولا قاتله بكل ما تحمل كلمه معنى، لان الاب ديالي عذبته 7 سنين وكانت ليه هي السبب في الوفاه ديالو، لان الابناء ديالو والزوجه ديالو اللي هي الام ديالي حرموه من بزاف د الحوايج وتلا في حياه تلا في يديهم ومرض وما رحموش. اقسم بالله العظيم يقول لهم عمرو لي غير برات ديالتي، يقول لي سير عند ولدك اللي عطيتيه براكه وعطيتيه الاستفاده. يعني هو دفع الثمن غالي ودبر راسه ما تيهمنيش، ما بغيتش هذيك الاستفاده اخويا. والا كان الاب ديالي توفى يجيو يريبوا المحل ديال با، واش كاين شي قانون كيسمح بان المحل مثلا خاوي ما ساكن فيه حتى واحد وما تيريبش؟ والله يديك راه داروها في دوار لاله الركراكه هنا في هذا الدوار اللي انا ساكن فيه، راه كاين محل كانوا ساكنين فيه الناس، وملي توفى الزوجه وتوفى الزوج في 2022 بحيث انهم كانوا كبار في السن وخوا المحل، راه جات السلطه ريبت المحل. علاش ما يجيوش يريبوا هذا المحل؟ وكون اخويا بلاتي كون اخويا ريبتو غير هذا المحل كون حليتوا المشكل. واش انا غادي نقول لكم علاش غتريبوه مش من حقكم؟ ولا جيتو بغيتو تريبوه بكل فرح وسرور ويحسن لي الشرف؟ غتريبوا محل بو غتقولوا لامي انت ما كتساليش، وغتقولوا للولاد هاد الريكته الحراميه حتى نتوما ما كتسالوا حتى حاجه، سيروا الله يسهل علينا وعليكم. ومن بعد لا جيتوا عندي قلتوا لي خذ الاستفاده وريب محلك، واش غادي نتعرض ونقول لكم لا؟ علاش تحاولوا تقاولبوني وديروا يعني نتوما درتوا اخطاء؟ واش انا غندفع الثمن ديالها؟ والاستفاده راه نقدر انا نأدي الحياه ديالي عليها وثمنها رخيص. الا كانت حياتي انا هو الثمن ديال الاستفاده راه رخيص، لان اليوم مابقاتش كتهمني الاستفاده ولا كتهمني السكن ولا شي حاجه، كيهمني الظلم اللي تعرضت ليه والحبس اللي دوزته فابور. يعني كما كيقولوا واحد المثال، يعني انا بغيت يعني حتى الشرف كرامه ديالي مسيتوني فيها. يعني انا باقي نفتخر ونقول انا مواطن في المملكه المغربيه، والله يخلي لنا سيدنا اللي عطاني حق في السكن وانتم بغيتوا تقلعوا لي. يعني بالله عليكم ياك سيدنا الله ينصره قال لكم، يعني قال لكم لما كنتوا يعني قال لك بكل ما يعني ملي كيوقف واحد المسؤول حدا السطوب ولا شي هو كيشوف المواطن كيفاش كيعيش، ولما قدر حتى شي واحد فيكم يقدم استقاله ما كتخلصوا. واش قايد ديال قياده سيدي موسى المجذوب ولا العامل ديال العملات المحمديه ولا الوالي ديال جهه الدار البيضاء الكبرى، ومع كامل الاحترام ديالي ليكم، واش الا تعطلت عليكم غير الخلصه شهر او شهرين ما غاديش تحتجوا؟ واش غادي تقدروا ترجعوا تخدموا وانتم كتشدوا الكونجي وكتخلصوا عليه؟ انا ما طلبت منكم والو. واش عمرني وقفت على قياده سيدي موسى المجذوب قلت لهم عطوني الدعم، عطوني القفه؟ واش الدعم ديال كورونا الا ستوني غير مقيد رقم ديالي للبطاقه الوطنيه 400 ايم 448 ما عرفت تلفت، ما علينا. ما كنت يعني انا كنقول لكم براكه مقابل استفاده وفيها الشروط، وعندي وليدات ودابا اصبحتوا وليداتي ديالي يعني صبحت محروم منهم، راهم في يعني الا بغيت نشوفهم في دكاله يعني شتتوا لي الشمل. اش غنقول لكم؟ دعيتكم على الله عز وجل، انتم عايشين انتم وليداتكم كتبرعوهم وكتخدموهم احسن خدمات. غير مؤخرا يعني كيف يعني اللي وقع في المحاماه وما الى ذلك، اللي كيقول لك هو ولده عنده 2 ديال الاجازات وولده لاباس عليه وقراه وخدموا احسن خدمه. والغريب في الامر هو ملي خرجت من السجن دار هو شخصيا هذا وزير يعني وزير العدل، وما عنديش مشكل لان قال لك كتقولوا لي كديروا في منابر اعلاميه وكتقولوا لي على ولدي كذا وعلى كذا وكذا وكتمسوا يعني يكون هذا ولدي مشى دار شي حاجه فراسو، يعني هو خاف على ولده لا ينتحر ولا يموت. وانا ملي شدني سعاده القيد ديال قياده سيدي موسى المجذوب بتاريخ 25 شهر 5 2022 وصيفتني للحبس، يعني كون قتلت انا راسي وانتحرت في السجن ولا ولادي ما خرجت ولقيت ولادي ماتوا ولا وقعت شي حاجه يعني انا نموت. هذا هو المثال اللي كيقول لك انت شكون انت وشكون بغيتي تكون، تموت منك 10000 يعني انا تموت مني 10000 لا غدا لا ما عرفت شنو، شكون اللي غيكون في الصف الامامي؟ انا راه اقسم بالله العلي العظيم واقسم بالله العلي العظيم باش كيحلفوا الجنود اللي كيحميوا التراب الوطني. كيف ما كنحب بلادي وكنحب سيدنا الله ينصرو ونضحي من اجلهم، غنضحي من اجل الابناء ديولي مادام انني اللي جبتهم للدنيا وانا اللي مسؤول عليهم، وغدا امام الله غنتحاسب عليهم، وما نقدرش نتنازل لكم الحق ديالي في السكن
وما تحاولش نهار غدمجوني مع الام ديالي. وتوفى الاب ديالي فرحت وقلت مزيان هذا الاب ديالو توفى، كتسناو دابا ميته تموت صافي. هذا هو الحل الوحيد ديالكم وهو الباب المخرج عندكم الوحيد. انا راه نبقى معاك، انا لحد الساعه باقي ما بديتش. رسالتك اخيره؟ الرساله ديالي الاخيره، شوف اخويا الله يرحم لك الوالدين، صور اخويا فين كنعيش انا والوليدات ديالي والمعاناه. انا راني مغربي في 2023، شوف اخويا فين كنعيش انا والوليدات. يعني الزوجه ديالي راه دابا مشات لدارهم ودات لي الوليدات ديالي، قالت لك اخويا سير الا قدرتي تكري ليا مرحبا. انا انا هذه الاستفاده اللي غنعيش فيها انا والوليدات ديالي مكرفسين بلاش منها، وهذا قرار وانا كنحترم القرار ديالها. علاش؟ لان هي كتضل 24 ساعه على 24 في المحل، هي ما كتخدم ما والو. والحمد لله انا راه ما نخدمش، مراتي عاد شي واحد نخدم بنعري على كعابي وعلى كتافي ونجيبها من فم ما عرفتي شنو، وما نخدمش المراه ديالي. ولكن راه هي كتبرك نهار وكتبرك الليل، يعني راها يعني تخنقات. كيف ما كان انا راه كنخرج بالنهار ندور بعدا نشم الهواء وكذا، وهذه حتى الليل عاد كيجيب لي المحل. اليوم الطلب الوحيد ديالي ما غنوجهو لتا شي واحد في البلاد الا سيدنا الله ينصرك سيدنا وعاش الملك محمد السادس نصره الله واياده، يعني سا ماجيستي لو غوا محمد سيس. من غيره راه والو، من غيره راه الكذوب. الله يرحم لك الوالدين والله يشافيك. انا مواطن مغربي هذه لا نقاش، ساكن بدوار لا ركراكه كذا ومثال، عندي وثائق وعندي شهاده السكنه والشروط والمواصفات اللي كتخول ليا استفاده كاينه عندي. انا ما كنطلبش، ما غاديش نقول لك انا مواطن انا كذا اعطيوني استفاده، راه يمكن يكون ما عنديش حق، والا ما كانش عندي الحق القانون ما غاديش يحميني. اذا انا كنقول بان عندي شهاده سكنه قديمه تابعه قياده سيدي موسى بن علي، وجات قياده سيدي موسى المجذوب، والوقت اللي جا سيدنا الله ينصرو دش المشروع بتاريخ 2011 انا هذيك الساعه متزوج وعندي شهاده سكنه، وكانت هي المره الاولى، يعني كانت هي المره الاولى اللي كنشوف فيها صاحب جلاله عبر المباشر. يعني كان واحد شعور واحد ما يشوف هذاك الشيء راه كيعلم به غير الله سبحانه وتعالى. يعني لاول مره كتشوف صاحب جلاله كيجي كيدشن وانت عندك وليدات وكيتفتح لك واحد الامال وكتفرح وكتقول صافي والحمد لله جا سيدنا الله ينصرو، المشروع راه غيكون ملكي، يعني راه ما غاديش يكونوا فيه اصحاب الريع اللي السماسره اللي غاديين يخربقوا وغيديروا. مع ذلك ما راعوش ولو مشروع ملكي ما راعوش ليه. والغريب هو الزفري راه مستافد وساكن في ديورو، والله يسهل علينا ما حاسد حتى شي واحد. وانا المتزوج قالوا لي يا حين انت مزوج 2011 ما عندكش حق تستافد، تمشي مع داركم وملي مات باك نحولوا لك ديال باك. وانا اليوم وليداتي راه مشاو للعروبيه مشاو لدارهم، وانا بقيت بوحدي هنا، ما بقى عندي تركيز لا ديال النعاس ولا ديال الفياق ولا ديال العمل، بقيت خدام والو. عندي شي بركه، وانا ما كنساعد شي واحد وما كنقول شي واحد يتعاون معايا يعطيني. انا كنطلب خوتي المغاربه الاحرار من طنجه للقويره باش يتعاونوا معايا، يعني في نشر الرساله ديالي توصل الناس مسؤولين تحل لي المشكل ديالي، لا قل ولا اكثر. الحمد لله لقمه العيش انا قاد بها وما كتبانش ليا، يعني ما كتهمنيش، لان الحمد لله انا ما عندي حتى شي بليه وما كندير حتى شي مخدرات ولا اي حاجه. داكشي اللي صورته وكناكلوا معيشه في البلاد الحمد لله، راه كل شيء بخير وعلى خير. الكلمه الاخيره هو السيد العامل ديال العماره المحمديه ولا والي جهه الدار البيضاء الكبرى، ولا قيد قياده السيد موسى المجذوب الجديد، ولا اللجنه المحليه راس الحربه، اللجنه المحليه اللي مكلفه من طرف العماله بقياده سيدي موسى المجذوب هي راس الحربه وهي اللي عارفه كل شيء وشاده الاستفاده ديالي. وفاش كنمشي نتفاوض معاهم كيرفضوا الكلام معايا كانهم سم بكم. اتقوا الله عز وجل وطبقوا القانون واعطيوني حقي، وانتم عارفين عندي الحق وعلاش باغي نديوه ليا، راه ما غنتنازلش عليه. راه صافي، راه شوف، راه ملي كتكون عندي شي حاجه حقي راه بالموت بالحياه راه غادي ناخذ حقي. وعلاش كتطولوا الطريق وكتعذبوا فينا؟ الامراض كامله درتوها لينا، شتتوا لينا المحل، يعني وليداتنا بعدوا علينا. حسبي الله ونعم الوكيل، ووكلت الامر ديالي لله عز وجل.